قتل بدون انتحار. قتل يهود بدون. في السنوات الأخيرة تراجع مستوى حقوق الإنسان في تركيا، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والحريات العامة. كثير من النساء يتعرضن للقتل وللاغتصاب وللسجن سنويا بتهم بداعي الشرف أو تهم عنف عائلي. جميع مرتكبي تلك التجاوزات لا يتم محاسبتهم بسبب تساهل القانون التركي، رغم أنه كان مشارك في اتفاقية اسطنبول التي تحمي المرأة والطفل والتي تم توقيعها منذ عام 2011، إلا أنه لم يتم تطبيق تلك الاتفاقية، وظلت التجاوزات في ازدياد. سنويا أكثر من 70 امرأة تتعرض للقتل للأسباب ذاتها في تركيا. نذكر كمثال الفتاة التي تعرضت للاغتصاب منذ فترة من قبل ضابط تركي، وقامت بالانتحار بعدها بسبب عدم تحملها ما حدث لها. للأسف لم يتم توقيف الضابط التركي إلا بعد ضغط الإعلام، وقد تم الإفراج عنه لاحقا دون توجيه تهمة له. هذه التصرفات وهذه التجاوزات تزيد من الانتهاكات بحق المرأة، وتعيق مسألة الحريات العامة وحماية الحقوق المتراجعة أساسا في تركيا. السجون التركية ممتلئة بنساء صحفيات، محاميات، مدافعات عن حقوق الإنسان، ووضعهم الإنساني والصحي سيء للغاية، لكن لا يتم التجاوب معهم أو مراعاة أوضاعهم الصحية أو الاجتماعية، مما يزيد من حالات الانتهاك بحقهم ويزيد من إمكانية هذه التجاوزات. ذكرنا أن تركيا وقعت على اتفاقية اسطنبول التي تدافع عن حقوق المرأة والطفل في عام 2011، ولكن بسبب عدم قدرة على تطبيق هذه الاتفاقية وتطبيق تطبيق الشريعة بدلا من القانون، قوانين الشرعية بدلا من القانون، والتخفيف وحماية المغتصب أو القاتل بتهمة الشرف، نتيجة لتراجع مستوى حقوق الإنسان وعدم الإمكانية لتطبيق هذه الاتفاقية، فهي تريد حاليا الانسحاب من هذه الاتفاقية كي لا يتم إلزامها بتطبيق قوانين. كثير من الحركات النسوية في تركيا خرجت في مظاهرات تطالب بالالتزام بالاتفاقية ومحاسبة المتجاوزين، لكن للأسف تم قمع تلك المظاهرات بشكل عنيف جدا، وتم توقيف العدد كبير من المتظاهرات، بالإضافة إلى عدم تطبيق القانون الذي يزداد بشكل يومي. السياسة التركية تطبق في أي مكان تتواجد فيه، سواء كانت داخل التركي أو أي منطقة تقع تحت سيطرتها. نذكر من ذلك مناطق الشمال السوري التي احتلتها تركيا. جميع المناطق التي تخضع لسيطرتها حق النساء فيها مهضوم، والنساء تعاني من حالات تجاوز، اغتصاب، قتل، جرح، خطف، اعتقال. تم في عفرين وحدها توثيق أكثر من 60 حالة قتل للنساء،
بالإضافة إلى توثيق حالات انتحار لنساء تعرضن للاغتصاب من قبل الفصائل السورية المسلحة التابعة للدولة التركية التي تسيطر على المنطقة. كذلك في رأس العين وطل أبيض نشاهد يوميا ثوران الشعب بسبب تعرض نساء لحالة قتل أو حالة اغتصاب أو تحرش أو محاولة زواج قسري. النساء في تلك المناطق يعانين من ضغط نفسي كبير لعدم قدرتهم على التحرك، وهم ملزمون باللباس الإسلامي المتشدد، ويتم معاملتهم معاملة قاسية تحد من حركتهم وقدرتهم على العمل أو حتى الحياة. دائما هم في خطر، مهددون إما بالاغتصاب أو الخطف أو القتل.